تامر الهدوء، الاستاذ ضياء رشوان نقيب الصحفيين، ادعو الى المنصه، ادعو الاستاذ ضياء رشوان، الاستاذ ضياء رشوان. الصوره بتاعتك ماكسيم يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير على حضراتكم جميعا. تحية للصحافة المصرية كلها. تحية لهذه النقابة العريقة التي تثبت نورا بعد آخر وفي ظل كل ظروف أنها لا تزال حية. وأشكر كل أعضاء الجمعية العمومية وكل أعضاء مجلس النقابة على إخراج هذا اليوم الجميل الذي أثبت أن لا زال بمصر أمل، وأنه في هذا المكان لا تزال التقاليد التي ورثناها عن أساتذتنا جميعا كما هي في هذه النقابة الحرة. أنا بأشكر كل زملائي أعضاء الجمعية العمومية الذين ساهموا في هذا اليوم، وبأشكر كل من أعطى صوته فيهم لكل مرشحين منصب النقيب ومنصب أعضاء الجمعية العمومية. وأشكر زملائي الذين لم يوافقهم الحظ، أشكر الأستاذ عبد المحسن سلامة، أشكر الأستاذ زيد الاسكندراني والأستاذ محمد مرابي والأستاذ نور راشد. وأرجو منهم جميعا أن يواصلوا عملهم معنا في هذه النقابة. الوجود في هذه النقابة لا يعني أبدا أن تكون متوليا منصب، الوجود فيها معناه أنك عضو في هذه الجمعية العمومية المحترمة. أنا لا أريد أن أطيل على حضراتكم، كل ما أريد أن أقوله في هذه اللحظة أن أمامنا اليوم ليس مهمة واحدة ولكن شعار واحد، أن تكون الصحافة المصرية أو لا تكون. نحن مهددون في كل شيء، مهددون ليس فقط في أموالنا ورزقنا وحريتنا، ولكن أرواحا كريمة انتزعت من بيننا. وانتزعت روح المرحوم أحمد محمود أولا، ثم المرحوم حسين أبو زيد ثانيا. نحن الآن لا ندافع فقط عن أعمالنا، ندافع عن حرياتنا، ندافع عن أرزاقنا، ندافع عن أرواحنا، وكل هذا هو دفاع أيضا عن الوطن. كل ما أرجوه من حضراتكم أن نكون جميعا الجمعية العمومية والمجلس والنقيب معا في هذه المرحلة القادمة الصعبة، مرحلة أن نكون أو لا نكون. وأنا أؤكد لكم أننا سوف نكون. هذه النقابة وهذه المهنة منذ أن نشأت في القرن ال19، وهذه النقابة منذ أن أنشأت عام 1941 بقيت النقابة وسقطت كل الأنظمة، والنقابة باقية تعاقبت عليها أنظمة كثيرة. بقي الصحفي المصري وبقيت الصحافة المصرية، وبإذن الله ستبقى النقابة الصحفيين المصرية. أنا لا أملك إلا أن أهنئكم جميعا وأشكر القضاء المصري على ما قام به معنا، وأتكلم معكم عيش حرية عدالة اجتماعية، عيش حرية عدالة اجتماعية، عيش حرية عدالة اجتماعية، عيش حرية عدالة اجتماعية. والسلام عليكم ورحمة الله. زملائي الأعزاء، كلمة أخيرة أرجو منكم مساعدة إخوتنا في القضاء وإخوتنا في لجنة الفرز لإخلاء القاعة حتى يتم فرز أصوات الزملاء في مجلس النقابة. أنا سأخرج. شكرا لسيد النقيب، شكرا لسيد النقيب. كلام خير. أرجو المساعدة على إتمام العملية الانتخابية بشكل لائق للصحفيين.
اخلاق القراءه والتزام الهدوء